تم فك حصار الدلن بنجاح. تم إدخال المساعدات. ألف مبروك يا أهلنا في الدلن، وقبال باقي المناطق في السودان إن شاء الله، وقبال بابا نوسة، وقبال بابا نوسة سعادتك الدرموت وقبالك، وأهلنا في جبرة الشيخ وفي القوي وهمرة الشيخ وأم قرفة ودجن وأم سيالة ومناطق شمال كردفان عامة بتنزف. لكن أقسم بالله العظيم لم تسيروا وحدكم، والله العظيم جايينكم من كل فج عميق، ولو طال الزمان يومين بس بالكثير والله الجيش بيوصلكم إن شاء الله حسب الخطط والاستراتيجيات الموضوع. أهلنا في كردفان ربنا يصبركم وربنا يقويكم، يتوحدوا مع بعض. أنا هنا عارفين يعني شنو، أنا هنا طبعا أبناء دارفور ديل بالذات، أو الآن كل السودان عارف يعني شنو الجنجويد من مواطن يقابل مصيره مع الجنجويد. فلذلك أنا هنا كلنا معاكم قلبا وغالبا والله يا أهلنا، من جبرة الشيخ لهمرة الشيخ لأم قرفة لأم سيالة لشمال كردفان عامة، نحن معاكم قلبا وغالبا. وأهلنا الحمر لو داير البلد تعال دار حمر، أنا هنا معاكم برضو قلبا وغالبا. النهود ستعود هرة والله، والخوي ستعود، وأنا هنا معاكم. وأهلنا في الفاشر وأهلنا في بابا نوسة وأهلنا في الأبيد، أقسم بالله الشغلة اختلفت، الشغلة اختلفت. قوات المسلحة بالله عليك تاني وقوف ما في، بنفس التحرك ده شفتها زي ما ريحتوا الأهل في الدلن يرتاحوا باقي المناطق ده، بل تقدم كل القوة شفتها أم دافوق جوا. فاشر ذاته نعبره نجي فاشر ذاته شفت ان في كسار وكده ونقوش الجنجة ده، كل القوة أم دافوق جوا. ده القانون الجديد بتاعت الجيش الآن، جيش مشتركة براؤون دراؤون كلاب شنو كيزان جرادل بتاع باخات. المهم هنا كلنا شفتها في مركب واحد، إذا غرق الكابتن فغرق القبطان، وأنا هنا كلنا مع بعض والبل يسع الجميع. وأي محل شفتها تلقى لكم كوكاي كورو كالي أصلا. دور الفات قلنا له مني الليلة كمان جايين برسالة لبرهان كمان. إيه والله تحياتنا لكم جميعا. فالجيش متقدم الآن، يتحركوا. الناس الفترة اللي فاتت كانوا شنو شغلة بتاعت استراحة محارب وترتيب صفوف، وفي عدة جديدة كان نازلة في البلد دارين يربطوه، في ناس ذاته دخلوا الدورات. الحاجات الجديدة دي محتاج فورماسيون والله. في العدة الجديدة اللي ماشيين به قدام ما في عمارات. ثاني انت قال شنو من كردفان وكده، ده ما في عمارة، ما في عمارة يحجزك بينك وبين الأمكعوكي. فلذلك ده داير له حاجات تانية، حاجات متخصصة، زي الطيارة اللي كان جابوه وشموموا لباس جنجويد ده. كسي كمان البرهان جاب حاجات جديدة. الشباب ده اليومين اللي فات ده كلهم انت لو حاسين كده ناس اختفوا القيادات ده شوية كده، مشوا قاعدين يعملوا دورة للعدة الجديدة، تشغل كيف تدوس كيف. اقسم بالله قال لك في عدة كده جابوه جديد، ده عديل قال لك خايف بكون قاعد جو كروزك بتطبيق بتاع التليفون بس، زي مستر يونيون برسل لك والله لازم ها موني جرام بس والله قاعدين جوا عربية. وانا طبعا يومين ده كمان امك الكفيل بغادي اصحابي مع الجماعة هو يومين ده اوضاعهم جايته وامورهم جايته وبرنامجهم جايت بيناتهم داخليا وبالذات في كردفان. والله يا اخي اينما الفوتي قال الفوتي قاعدين يفتشوا فيه وتاني رقم. انا والله من هنا بقول كان احنا مسيرية قبش يعني. تحياتنا لاهلنا الفلايته الرجال بجد، حقكم ما تخلوا لي اي وتأزغط، بل ده لازم. بالمناسبة الناس الجوهم الناظر وخانقوا لكم كل القيادات في نيالة في سجون نيالة دي لابناكم، والبلدة يسع الجميع. انا الهسي حاجة الشغل الخط والهسي انتوا خط الماشيين فيه ابناء المسيرية، الخط بيمثلني بقوة وانا معاكم قلبا وقالبا بالمناسبة. ايوه لانه انتم مهمشين، هذا القط يمثلني بقوة. قد طلع مسلسل الرسائل الصوتية طلعت منكم بتقبل، وانا هنا ما انا قال لي هي ابن كلب جاب الادو دخلها علينا في عرضنا، وكلام ده صح. لانه ديل جابوا لك الجنجويد والجنجويد اسوا فساد هناك في بلدكم، فلازم تغسلوا الار وتبلوا الجنجويد دي. بالذات الجايين من دارفور، بالله عليك الجايين من دارفور ده ما تقصروا منهم. ابناء المنطقة ما مشكلة امسكوهم بس شفشفوهم، لكن ابناء دارفور اللي موجودين هناك في كردفان دول بيستاهلوا البل. واهلنا المسيريه يومين ده طبعا شادين دقيقه عندنا الموضوع طبعا بتاع اهلنا في كردفان واهلنا السجون بتاعت الدعم السريع مليان بابناء المسيريه، وكم سالهم بيقولوا ديل طوابير وديل كيزان وديل فلول. هل لا يوجد في الرزاقات كيزان وفلول؟ السؤال المنطقي والموضوع يعني انا داير اسال يعني الناس اللي بسجنوا ابناء المسيريه والمكسرين بتاع ابناء المسيريه لو لم يوقفوا المظاهره
بالمناسبة الناس اللي وقفوا المظاهرة جا خشون بميكروفون قلبنا عشان اديك الزيت. انا طبعا نيالا ده ساكن فيها. ساكن فيها كيف؟ ساكن فيها داخليا. انا مخترق الجنجويت جوا هناك عندي ام قرون مجكسة عشان ناخدها لكم طخ. ده لو في جنجويتي زرط في نيالا ده انا بعرفه. امس ده في حفلة بتاعت امبايات بوكو بوكو بتاعت ابغزة برضو انا بعرفها. كان في وادي دوماي. امس ده في ناس فنقصوا في وادي دوماي. وانا بقول لكم اتانسيون متصل بيت. انا والله يا في نيالا ده عندي خبر عشان ناخد عليكم طخ. هاي الناس اللي قبل كده عملوا مظاهرة في شهر ولا قبل اسبوعين يا جماعة. انا مش جيت طلعت هنا قلت لكم في مظاهرة بتاعت القصحى. هو ده لك انا هنا مع الزول المريض الكراع مكسور بتاعنا هنا اللي نسميه مؤاق احتراما. لكن بتاع جنجويد انا نسموهم قصحى عندي كابي بالفرنسي عندي كابي. اي المشللين. كان في مظاهرة بتاعت مشللين بتاعت الدعم السريع اللي اتصابوا في الخرطوم وفي كل مناطق القصحى ديل. كان عملوا مليونية. قال هم كلهم ما انا ما اعرف الدعم السريع المليونية دي عندهم شنو. في باريس قال عندهم قالوا مليونية جابوا 250 كسي. مليونية دي كيف؟ مليونية دي يا جماعة مليون. فالمهم القصحى قالوا في الزلط وقفلوا الشارع يوم كامل بتاع سوق الجنينة وشالوا بالجيك بتاعهم وقالوا الا بمشوا بنهبوا سوق الجنينة. فجاء خشوم جو قيادات من الدعم السريع خشوم قالوا حقوقكم بجي وارجعوا وفكوا المظاهرة ده ولا ذاتك اللي هربتوا ده زحوا. معلش الهناي من الهناي ده من المكيف. فمجرد ما الصوت كده كيف يا جماعه؟ كده الصوت كيف؟ انا من قبل كنت موطي الصوت ده معلش بنكر معالم. المهم كده كيف؟ المهم يا زول الناس ديل عملوا مظاهره. لما عملوا مظاهره وكانوا بيحتجوا بحقوقهم جه النصوم قيادات بتاع الدعم السريع وقال لهم يا ايها المكرسين يا ايها المشلل النتن اذهب الى منزلك ونظف الطريق وحقك بجيك. انت عارف قاعده 3 يوم رزقتنا ما عندهم دين. ما زلنا في معركة الكرامة. كل الحب للشعب السوداني. خالص التحايا للقوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى. قبل ما نخش التفاصيل نتمنى الناس تعمل اشتراك في القناة فضلا وليس امرا عشان يصلك كل جديدنا. كلكم سمعتوا للراكز بيبي جاب الزيت الزيتون زي ما بيقولوا. هذا الحاصل على مستوى محور كردفان. قلنا بأنه القوات المسلحة بالمناسبة جاية بقواس قوات عرمرم براعون ابو تيرة يا فكاكين حيرة مشتركة براعون يا رسول الله. كل القوات دي متجهة نحو اقليم دارفور بعد ما انحيار بتاعت الجنج على مستوى محور كردفان. اخواتكم المسلحة بتوكل نحو اقليم دارفور غريبا عاجل. محور كردفان دي بالمناسبة بكون اخر المعارك الضاربة على مستوى محور كردفان يا شباب. قلنا بانه على الجنجة طبعا صاحب كل قواته على الارتكازات العمامية اللي هو كانت في الفاشل وكان في زالنجة والجنينة والكاس كلهم سحبوا قواته وجابوا في محور كردفان. ده القوة الضارب بتاعت الجنجة الموجودة على مستوى كردفان. سحب المناسبة كان البل مستمر لكن بأن القوات المسلحة وقفت شوية والمتحركات وقفت شوية. ليه؟ في عدة جديدة نزلت يا شباب. العدة الجديدة دي بالمناسبة دايرة ترتيب ودايرة تقسيم في كل محاور. عندك جزء في محور بتاعت الصحراء وعندك الجزء في محور كردفان يا شباب وعندك الجزء على اتجاه البارة طريق الصادرات. اوريدي بانه العدة الجديدة اتوزت ونقول لهم بانه بعد ده جنجويد حاكم البل جاي يا شباب. يومين دي بتسمعوا اخبار سمحة ان المتحركات طبعا متحركة وكلكم شاهدتوا بانه في اعتقالات واسعة في مناطق سيطرة بتاعت الجنجة اللي هو بالذات في كردفان. في اعتقال واسع بالنسبة لأبناء المسيرية يا شباب. فلما أهالهم يمشوا يقول بأنه نحن أولادنا دي عملوا شنو ومعاكم أنتوا في الدعم السري يقولوا بأنه أولادكم دين طوابير. كويس بعد ما جلها ينجغم أولاد المسيرية طبعا محمشين وحسب المناسبة عندهم جرحى كمية من أولاد المسيرية حتى العلاج
ما لاقيين منهم. لكن بانه الليله تعال شوف المصابين بتاعت اولاد الرزيقات، اولاد مسارين البيوت، ده اهتمام غالس بودوم على مستوى الدويله بعالجوهم وبيجيبوهم. كلكم شاهدتوا كان في ضربه على مستوى مطرنيالا، والضربه كان مجموعه من الجرحى بتاعت الجنجة دنيا زايله وزايله نعيمكي، ومجموعه من الاجانب دنيا زايله وزايله نعيمكي. دي كله بالمناسبه الجرحى اللي كان قضوا ديل اولاد الرزيقات بالمناسبه، اولاد مسارين البيوت مودوم الدويله عشان يعالجون. شوف العنصريه في الدعم السريع. اولاد المسيريه بالمناسبه قاعدين يتعالجوا بقروشهم، لكن انت لما تكون ابو دابقاش ولا بيشتغلوا بيك ذات، انت الليله مصاب بيجوا بيسوقوا اخوك الصغير وبيمشوا بيه. بعد بكره بودوا اخوك الصغير ذات بحلقوه، وكان مساب بيجيبوا بجو بيشيلوا الثاني. ده الحال بتاعت الجنجه على مستوى معسكر، على مستوى محاور سيطره بتاعت الجنجه يا شباب. لكن بانه المسيريه بالمناسبه دقوا جرس وقالوا بعد ذلك احنا تعبنا، انتوا ما في مساواه بيناتنا، حتى الاسلحه القويه ما قادرين تدونا، وحلقتوا اولادنا، احنا ما بنرضى الكلام ده كويس. وبعد ذلك بالمناسبه حتى الادارات الاهليه تم اعتقالهم على مستوى محور كردفان بالمناسبه، لانه اولاد المسيريه وعيوا وعرفوا الحاصل شنو، عرفوا الحاصل شنو. عشان كده بانه الناس بالمناسبه تكون حريصه لاولاد الادارات الاهليه، ما تحاولوا تتغشوا. كلكم شاهدتوا كان النازل بتاعت الرزيقات اللي هو ماديبو ظهر على مستوى محور كردفان، اتحرك من شرق دارفور الدعين جا محور كردفان وجا يتكلم عن الاستنفار. ودي الاستنفار بتاعت اولاد المصيريه كميه بالمناسبه استنفرهم وودوهم على مستوى شرق دارفور الدعين. طبعا كميه من الحوادم بتاعت الجنجه اتخارجوا مثلا من الدين ومشوا على مستوى جنوب السودان. كلهم طبعا اتخارجوا هم عارفين بالغدر القادم والبل الجايين يا شباب. وبالمناسبه انحيار بتاعت الجنجه قاعد تكون في محور الكردفان. اخر المعارك الضاربه حتكون في كردفان بالمناسبه. وقت المسلحه بالمناسبه هو عارف بانه اخر المعارك حتكون في كردفان بعد ما بل القوه الضاربه بتاعت الجنجه على مستوى الكردفان. دارفور بيكون فاضيه بالمناسبه. هسه الناس دي بالمناسبه على مستوى زالينجا والجنينه والله تلقى 15 عربيه ما عندهم. القوه بتاعهم الضاربه كلها جابوا شيء في محور كردفان وبيتبلوا بالمناسبه كويس. عندك عندك جنوب كردفان تتبلى بالمناسبه. الحين برضه يومين ده بالمناسبه قاعد يعمل بلبله ويتبلى بالمناسبه. وقواتكم على مستوى الصحراء جاهزه بالمناسبه بس منتظره التعليمات. والعده الجديده نزلت يا شباب، عده جديده نزلت. وبعد ده البل ما بيديك ضرب. وبالذات بانه الجنجه بالمناسبه في حتى في نياله بالمناسبه في اشتباكات عديد بيناتهم كويس. ناس وسام فيديل والشله الغاد الكبار بالمناسبه عارفين الشغله دي كاظمه وفي اختلافات ضاربه يا جماعه في داخل الجنجه. عبد الرهيب بيقول بانه يعني احنا لازم نمشي نضافي للناس ده على مستوى محور كردفان وعندك محور الصحراء. وبعد الغاده بيقول ان احنا ننتظر نشوف الجقه بتاعت الناس دي فهمهم شنو. لكن بانه نقول لكم القوات المسلحه جايه بعده جديده، والعده الجديده دي بالمناسبه عده كعبه. احنا ما نقول كلنا عارفوه في الميديا، لكن البل جايكم يا جنجه. والله يومين الغريب ده بتسموا بشريات سمحه يا شباب. كلكم عارفين في تشكيله حكومه جديد والامور كلها تحت السيطره. الجنجه كان قبل يومين عاملين ضجه في الميديا، الناس دي عندهم مشاكل وابو الكلام الكثير ده ابو ده وناس المشتركه والكلام الكثير ده. هسه نحن امورنا ماشيه كله باسه يا شباب. اوريدي بانه حكومه كامل ادريس غيبت في ارض الواقع، وحتى الامم المتحده والعيقات معترفه به. كلكم شاهدتوا بانه الكاهن الكبير مرعب الجنجه عبد الفتاح البرهان مشى اسبانيا يا شباب. ودي بالمناسبه كان رساله من الحكومه الاسبانيه. عشان كده بدنا نحن نقول حكومتنا هو الحكومه الشرعيه والجنجة على زوال. كلكم عارفين بانه كامل ادريس جاب رئيس الوزراء وعندك وزير الداخليه وكان عنده قسم قدام الكاهن برهان. اهم وزارتين يا شباب
قاعد تكون في الدوله اللي هو وزاره الداخليه، وزاره الدفاع. ودي بالمناسبه موضوع منتهي. وعندك وزيره الدفاع، وعندك وزير الماليه والمعادن برضه حنكم انتهى. ده بالنسبه للمشترك يا شباب، ما في اي مشاكل بين الغاده على مستوى حرم الدوله. امورنا كلها ضسيس، والإدة الجديده نزلت وغريبا بتسمع بل الجنج على مستوى كل المحاور. في نهايه كلامي نقول كل الحب للشعب السوداني، خالص التحالف القوات المسلحه والقوات المشتركه وكل القوات النظاميه القوميه تنتصر. كلنا سودانيين، لا مجال للعنصريين ولا مجال للخطاب بتاعت العنصريه. الناس تكونوا ايجابيين وقواتكم المسلحه منتصره. نتمنى الناس تعمل اشتراك في القناه فضلا وليس امرا عشان يصلك كل جديد. وايضا تعليقك ورايك مهم يا شباب. القوميه تنتصر.